يلا يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من The British English وسلسله ازاي تتعلم الانجليزي صح وتنطق زي الافلام والمسلسلات. طبعا كمان مع بعضينا زي ما احنا ماشيين في البريتش اكسنت، لسه شغالين على مسلسل شارلوك. انت برضو ممكن تسيب لي كومنت دلوقتي بقد ايه بتستفاد، وهل عجبك سلسله الفيديوهات ديت عشان استمر واكمل فيها، ولا انت عندك فيلم او مسلسل عايز نعمل عليه الفيديو جاي؟ سيبوا لي في كومنت وكمل الفيديو للاخر عشان تستفيد، ويلا بينا. Listen, I was wondering, maybe later when you're finished. Listen, I was wondering, maybe later when you finish. طبعا انا بتقول له بقول لك ايه اللي هو أو اسمع مثلا، انا كنت بس بسأل على، ولا اقول لك بعدين لما تخلص. ف I was wondering انا بسأل او بتساءل عن شيء. I was wondering maybe later بعدين او خلاص بعدين، يعني هي بتقول له maybe later خلاص ممكن بعدين. هنا ما قالتش later، طبعا later ده American، احنا طبعا هنا British مش American، فقالت later stressed على T. maybe later. Listen, I was wondering maybe later when you finished. Listen, I was wondering maybe later when you finished. طبعا خد بالك من كلمة finished علشان هنا الاي دي ما بننطقهاش اي دي، بننطقها كتي، فانت بتقول finished ما تقولش finished. اوعى تقول finished. Maybe later when you're finished. You're wearing lipstick. You weren't wearing lipstick before. خد بالك من كلمة wearing lipstick. wearing lipstick يعني حاطط روج. ما بقولش طبعا put، ممكن تقول put عادي يعني، بس ان انت تتكلم بشكل advanced ممكن تقول wearing lipstick. wearing lipstick. You wearing lipstick? You weren't wearing lipstick before. يعني انت ما كنتش حاطه lipstick قبل كده، او انت حاطه lipstick دلوقتي كنتش حاطه lipstick قبل كده، فهو مستغرب يعني. فقال you wearing lipstick. You weren't wearing lipstick before. طب خد بالك lipstick، خد بالك من الاي هنا. له ما تقولش لا له. lipstick lipstick. وطبعا before بتشيل الار منها تماما، فبتبقى before مش before. Sorry, you were saying? Sorry, you were saying? sorry you were saying. sorry you were saying. انا بقول لها sorry انت كنت بتقولي ايه، او كملي يعني اللي انت كنت بتقولي ايه. فقال sorry you were saying. طبعا هنا ما فيهاش اي حاجه خالص غير كلمه were. انت طبعا ما بتقولش where او where، لا دي were. sorry you were saying اللي هو انت كنت بتقولي ايه. I was wondering if you'd like to have coffee. انا طبعا بتقول له I was wondering if you'd like to have coffee. I was wondering if you'd like to have coffee. I was wondering if you'd like to have coffee. طبعا I was wondering زي ما قلنا قبل كده ان انا بسأل، او انا كنت بسأل. if you'd like to have coffee. if you'd like. طبعا you'd like دي اختصار ل you would، بس بدل you would قالت you'd. if you'd like to have coffee. if you'd like to have coffee. انا عايز لو انت مثلا نشرب قهوة مع بعض، فاهم؟ جايبها له من القهوة، فاهم؟ Black 2 sugars, please. I'll be upstairs. Black 2 sugars, please. I'll be upstairs. طبعا هو هنا عادي راح معاها على طول، فقال لها black 2 sugars please I'll be upstairs. black 2 sugars please I'll be upstairs. black 2 sugars please I'll be upstairs. يعني انا بيقول لها انا عايز كوفي بلاك ومعلقتين سكر يعني كده من الاخر، وهبقى مستنيكي في الدور اللي فوق. في الدور اللي فوق. اوكي، اتمنى تكون استفدت حاجه جديده من الفيديو النهارده. بعض الكلمات مهما كانت بسيطه بس احنا بنحاول نقولها بالبريتش انجلش. لو انت كملت الفيديو للاخر ما تنساش تعمل سبسكرايب وتسيب كومنت ولايك، وتقول لي في الكومنت الفيديو الجاي عايز يكون عن مسلسل او عن فيلم ايه، واشوفكم في فيديو جديد.